يا دكتورة سارة، أنا نوع الورم بتاعي من النوع الهرموني، وأنا قريت إن النوع الهرموني ده بياخد بيعمل العملية الأول وبعد كده ياخد هرموني ومش لازم ياخد الكيماوي قبل العملية. ليه حضرتك بتقوليلي إن أنا لازم أخد الكيماوي الأول؟ الكلام ده صح لبعد معين. اغلب الحالات بتاعه النوع الهرموني ممكن نبدا فيها الجراحه الاول، وبعد كده بناء على نتيجه العمليه نقدر نقيم حجم الورم الفعلي تحت الميكروسكوب ومدى اصابه الغدد الليمفاويه، ونقدر نقرر بناء عليها اذا كانت المريضه هتاخد كيماوي بعد الجراحه ولا لا، ولا هتاخد هرموني على طول. طيب، وفي حالات تانية لا، بيبقى لازم اخد فيها الكيماوي الاول رغم ان ده النوع الهرموني. طيب، امتى ابدا الكيماوي في النوع الهرموني؟ النوع الهرموني لو الورم عندي صغير والغدد مش مصابة، انا اقدر اعمل فيه العملية على طول، وبعد كده نقرر اذا كنا نأجل موضوع الكيمو او لا. يعني مش هنمحيه او مش هنقول ان احنا مش هناخد، لا، احنا هنأجل القرار لبعد الجراحة. لو الورم بتاعنا اقل من 2 سنتي، ولو الغدد الليمفاويه بتاعتنا مش مصابه. طيب، لو الورم كبير شويه او الغدد الليمفاويه بتاعتنا مصابه، ساعتها انا عارفين ان احنا الاستجابه بتاعه الورم الهرموني للكيماوي كقبل الجراحه، مش عموما كقبل الجراحه، مش عاليه قوي. يعني مثلا الورم ال5 سنتي مش هتوقع انه يختفي، لا، لكن او اتوقع انه ممكن يصغر شويه. فساعتها بنقول لو الورم كبير وحجم الثدي صغير مش هقدر اعمل عمليه تحفظيه، ممكن نجرب ان احنا ناخد الكيماوي الاول، لعل وعسى الورم يصغر شويه فيمكنني ان انا اعمل عمليه تحفظيه. يبقى انا كده خليت المريضه بدل ما تعمل استئصال للثدي كاملا على طول وبعدين نشوف هناخد كيماوي ولا لا، لا، خليت الورم يصغر شويه بطريقه تمكنني كجراح ان انا اشيل الورم بس بحواف امان حواليه واحافظ على الثدي بطريقه تجميليه من غير ما اسبب تشوه للثدي نظرا لصغر حجمه. فبالتالي ان انا اصغر الورم شويه حتى لو النوع الهرموني مقبول جدا ان انا ادي فيه كيماوي الاول قبل الجراحه، وده مش هيخل بالخطه العلاجيه للنوع دوت. طيب، ايه تاني؟ لو كان الغدد الليمفاويه اللي تحت الابط مصابه. ليه؟ لان احنا لو الغدد الليمفاويه بتاعتنا مصابه، فانا كده لازم هعمل لها حاجه اسمها تفريغ للغدد الليمفاويه اللي هو الاكسيلري كليرنس، وده بيسبب بنسبه 3% تقريبا تضرر في الدراع، وبيخلي يبقى فيه تعليمات معينة المريضة بتمشي عليها طول حياتها. بيبقى ممنوع انها تاخد محاليل في ايديها، ممنوع انها تحقن ادوية، ممنوع انها تاخد عينات دم، وممكن نمنعها كمان من انها تقيس الضغط لو ده هيسبب تورم في الدراع. فبالتالي العملية دي رغم انها indicated او بنحتاجها في حالات كتير، لكن لو نقدر نتغاضى عنها بطريقه ان احنا ناخد كيمو الاول، فبيخلي الغدد الليمفاويه المصابه تبقى مش مصابه. فبندي المريضه اللي الغدد الليمفاويه بتاعتها مصابه كيماوي او جلسات علاج كيماوي قبل الجراحه، وبنقيم بعدها. لو لقينا الغدد الليمفاويه خفت ومبقاش فيها اي اصابه من الورم، ساعتها نقدر نعمل حاجه اسمها الغدد الليمفاويه الحارسه. يعني ايه؟ يعني بنحقن صبغه زرقاء او بنحقن ماده مشعه وننقي بس من 3 ل5 غدد، وده مش بيأثر على الدراع ولا بيعمل نسب التورم ولا بيخلي يبقى فيه تعليمات او احترازات او حاجات احترازيه بيركوشنز العيانه بتاخدها طول حياتها، بيبقى كانها ما اتلمستش وكانها ما عملتش اي حاجه، لان كميه الغدد اللي اتشالت بسيطه جدا، ما تؤثرش على الكفاءه بتاعه الذراع في انه يجمع اي تورم او يحمل التصريف لاي تورمات او ميه بتتجمع في الثدي في الدراع، وما يبقاش في اي موانع ناحيه كانيولا او محاليل او ادويه او سحب عينات دم. فبالتالي المريضه هتستفيد من الكيماوي لو خدناه قبل الجراحه. فده سبب تاني من ان احنا ندي علاج كيماوي في حالات الهرموني. تالت سبب، وده احنا كجراحين بنفضله وبنتناقش فيه مع دكاترة العلاج، ان لو هنعمل عملية اعادة بناء او تجميل، ساعات بيبقى الورم كبير ومريضة صغيرة في السن، فلازم هتعمل استئصال للثدي او توزيعة الورم، حاجة اسمها متعدد البؤرات، فهو اكتر من بؤرة في الثدي، فلازم الثدي هيتشال. والمريضة صغيرة في السن، فلازم اعرض عليها فكرة اعادة بناء الثدي، وان احنا نعمل ثدي تعويضي شكلا عشان يبقى الدنيا مقبولة شكلا. طيب، ساعات بيبقى الورم قريب قوي من الجلد،
او قريب قوي من الحلمه، فبالتالي مش هقدر احافظ على الجلد او اشيل حواف امان يبقى ما فيهاش ورم، وممكن اسيب بقايا للورم بعد الجراحه، فبالتالي يبقى انا كده ما عالجتش المريضه صح. فبنقترح او بنتناقش مع دكاتره علاج الاورام في ان احنا ايه رايك مثلا المريضه دي انا حابب اديها كيماوي الاول عشان الورم يصغر حبه بسيطه فيبعد عن الجلد، فاقدر اعمل استئصال للثدي من جوه الجلد واحافظ على الجلد واعمل اعاده بناء باريحيه، وابقى ضامن بنسبه كبيره ان انا ما سبتش ورم ورايا، فبالتالي عالجت المريضه بنسبه صح. القانون بيقول ان النوع الهرموني بنعمل فيه جراحه الاول، ولكن لكل قاعده شواذ. ففي بعض الحالات النوع الهرموني بنعمل فيها الكيماوي الاول عشان نوصل لهدف معين بناخد الكيماوي عشانه. وطبعا الكيماوي في النوع الهرموني مش بيفرق قوي في نسب الشفاء او نسب الارتجاع، لكن بيفرق في البوينتس اللي انا قلتها ديت. فاحنا لازم نبقى مع معالج متخصص ومع جراح متخصص عشان نوصل لاحسن خطه علاجيه لكل مريضه على حده، ومفيش قاعده تطبق على الكل. يا رب اكون افدتكم. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن اورام الثدي.